الإمام الحسين بن علي بن أبي طالب ريحانة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيد شباب أهل الجنة، وهو الذي بشر به المصطفى صلى الله عليه وسلم بأنه سيد في الجنة وسيد شباب أهل الجنة مع سيدنا ومولانا الحسن، مع سيدنا ومولانا الإمام علي. وكفى أن المصطفى صلى الله عليه وسلم جاء بردائه الشريف فجعل تحت رداءه علي رضي الله تعالى عنه، والسيدة فاطمة رضي الله تعالى عنها، وسيدنا الإمام الحسين رضي الله تعالى عنه، وسيدنا الحسن رضي الله تعالى عنه. وقالت الروايات أن السيدة زينب كانت في بطن السيدة فاطمة، وقيل أنها كانت صغيرة ودخلت تحت الرداء. وكان صلى الله عليه وسلم لما نشر رداءه وكساءه عليهم قال: اللهم إن هؤلاء أهل بيتي، وتلا قول الله سبحانه وتعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فآل البيت رضي الله تعالى عنهم لهم عز كبير وفخر عظيم، كفى أن انتسابهم لسيد ولد آدم ولسيد العالمين انتسابهم إلى سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي قال في هذا النسب الشريف: كل نسب وسبب مقطوع يوم القيامة إلا سببي ونسبي. وأمر صلى الله عليه وسلم بمحبة آل بيته، فقال فيما ذكر الإمام الترمذي بروايته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحبوا الله لما يغذوكم به من نعمه، وأحبوني لحب الله لي، وأحب آل بيتي لحبي له.